هنتلاقي لنقطة تانية وهي مسرح الطفل. أنا شايف إن مفيش اهتمام. أنا من رأيي إن مفيش اهتمام بأهمية الطفل وإن إحنا نعمل له مواضيع تخصه هنا في مسرح الدولة أو أي مسرح تاني. فأنت إيه اقتراحاتك أو فكرتك طب بتزعلني ليه طيب؟ بتخليني افتكر ليه طيب؟ بص، احنا عندنا في البتاع في المسرح اذا سمينا المسرح الحكومي، يعني اذا جازت التسميه، عندنا مسرح اسمه مسرح الطفل. بس اسم؟ لا، مش اسما، ما اقصدش، بالعكس دي ناس بتشتغل وبتعمل مجهود خرافي، بس اللي اقصده انه ما عندناش في البلد غير ده بس كويس. قطاع خاص، اي جهه تانية ممكن تبقى بتهتم بحاجه زي كده، مفيش الا في الكنايس. وطبعا الاضاءه او الفوكسنج، يعني انك تاخد بالك من المسرح اللي بيتعمل في الكنيسه، دي صعبه جدا ومش حاجه مهمه يعني كويس. بس اللي بيمارس شغل مع الطفل مسرح الطفل بتاع البيت الفني للمسرح والكنيسه. طيب مفيش بقى في الاعلام، مفيش برامج تلفزيون، مفيش اللي هو الكلام اللي انت قلته ده، ولا كتاب. طيب نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ احنا مش شايفين حتى كتاب للاتسام في مسرح الطفل. الكتابة شيء مهم كمان. اعتقد انه الكتابه موجوده، بس مفيش تسليط ضوء، مفيش اهتمام من الجهات اللي لازم تهتم. يعني اقصد انه الماتيريال موجود، بس الجهات اللي لازم تهتم بالماتيريال ده مش مهتم. زي ما انت عندك مش هتعرف تعدهم ممثلين شاطرين قوي، بس هم فين؟ مين اللي بيسلط عليهم الضوء؟ مين اللي بيعرف يستغلهم ويشغلهم؟ صح. كويس. عندك مخرجين سينما، عندك فنانين في مصر هنا، بص مش هتعرف تعدهم، مش بهزر. يعني انا لسه جاي من اسيوط اول امبارح، من قريه صغيره قد كده هو اسمها مير، فيها 4 بنات عملوا مونودرامات، كل واحده احلى من الثانيه واعظم من الثانيه، بنات في ثانويه عامه. ودايما الصعيد دايما المبدعين بيطلعوا من هناك. انا بقول لك اعظم من الثانيه ليه بقى؟ لانها ما ضايقتنيش وما عملتش حاجه فنيا يعني ضايقتني، خلتني وقفت عندها. وده بالنسبه لقدر المعلومات اللي عندهم وقدر التدريب اللي اتدربوه، هم عبقره، لانهم ما اتمرنوش حاجه وما شافوش حاجه وما يعرفوش حاجه غير يا دوب شويه السيرش اللي بيعملوه على الفيسبوك يعني كويس. فهم عبقره ماشي. نحلها ازاي؟ نسلط عليهم الضوء. المسرحيات اللي بتتعمل للاطفال في مدارس الاحد في الكنايس نسلط عليها الضوء شويه. هو ابتدينا نبص على حاجه اسمها مهرجان الكرازه، بيعمل مسرح في المهرجان القومي هنا حتى، يعني بقى لنا كذا سنه بيبقى فيه على الاقل مسرحيه او 2 من مهرجان الكرازه داخله في المسابقه. بس عايزين نعمل حاجه للطفل، نبص على الحتت اللي بتشتغل مع الطفل بس. احنا مبسوطين جدا باللقاء ده مع حضرتك وبعض الكلمات الجميلة والمثقفة اللي نابعة من حضرتك. متشكرين ليك خالص. ميرسي يا استاذ عماد.